عزيز الزملكاوي، يعني انتوا اول ما ماتش الاهلي مع بتروجيت خلص قعدتوا تتريقوا وتحفلوا على الاهلي. طب حتى كنتوا استنوا لحد اما تشوفوا نتيجة ماتشكم مع سموها الياباني وفي الاخر اتعادلتوا. هو انتوا ما بتستروش ابدا؟ للمباراة التانية على التوالي اللي الاهلي بيتعادل فيها، والمرة دي مع الاتحاد، وبنفقد نقطتين جداد في سباق الدوري في مشوار لسه طويل ومحتاجين نجمع فيه كل نقطة. ولازم نبقى عارفين ان اللي بيفوز بالدوري هو الفريق اللي عنده اطول نفس وهيقدر يكمل لحد اخر جولة، لان البطولات الطويلة بتتحسم في النهاية، وزي ما بيقول الشوالي العبرة بتكون بالخواتيم. بدأ الاهلي المباراة بخطة اللعب المعتادة ليه، وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى المنقذ شريف إكرامي، 4 في خط الدفاع سعد سمير وحجازي في القلب، على يمينهم المقاتل أحمد فتحي، وعلى شمالهم مكنة العرضيات العطلانة علي معلول. 2 في وسط الملعب المتطور عمرو السولية والكابيتانو حسام غالي. قدامهم 3 في القلب عبدالله السعيد، على يمينه الحاوي وليد سليمان، وعلى شماله كريم ندفد، تحت مهاجم وحيد هو جونيور أجاي. حسام البدري في ماتش بتروجيت اللي فات غير طريقة اللعب اللي متعود عليها الأهلي ولعب ب4-3-3، وتغيير طريقة اللعب كان ليه تأثير سلبي على بعض اللعيبة زي عبدالله السعيد اللي كان بيلعب لاعب طرف، فكان باين ان عبدالله مش معدول في الملعب وعمل ماتش من أقل ماتشاته. وفي ماتش الاتحاد رجع حسام البدري طريقة اللعب اللي اتعود عليها الأهلي، وهي 4-2-3-1، فظهر لعيبة الأهلي كل واحد في مركزه وعلى عدلته وواخد حريته، فقدر كل لاعب انه يقدم احسن حاجة عنده. في الغالب بتكون النتائج بتدل على اللي حصل في الماتش وبتكون في صالح الفريق الافضل، لكن في يوم ما كانش يوم الاهلي، وفي مباراة كان واضح فيها ان كل نوع من انواع التوفيق والحظ مع الاتحاد وغاب فيها كل نوع من انواع التوفيق والحظ عن الاهلي، يبقى لازم تكون النتائج ما بتدلش على واقع الماتش وما تكونش في صالح الفريق الافضل. وده مش حاجة غريبة على الاهلي، وخصوصا في ملعب بتروسبورت، عشان نكمل سلسلة سوء الحظ اللي بتواجهنا في الملعب ده. بس لازم نكون عارفين ان لا الحظ بيستمر على طول ولا سوء الحظ بيستمر على طول، ولازم نعمل اللي علينا والنتائج بتاعت ربنا. الاهلي في ماتش الاتحاد بشكل عام عمل كل حاجة في الكورة، وقدم كل لاعب من لاعبي الاهلي افضل ما عنده، ما عدا بعض اللعيبة اللي كان مستواهم بيقل على فترات. الاهلي في كل الماتشات اللي فاتت كان بيقدم شوط اول جيد، وفي الشوط التاني المستوى بيقل، او بيقدم شوط اول هو اللي سيء وشوط تاني المستوى بيعلى. يعني الاهلي في كل الماتشات اللي فاتت كان بيلعب شوط واحد، وعلى عكس الماتشات دي كلها الاهلي في ماتش الاتحاد قدم شوطين من احسن الاشواط اللي لعبها من اول الدوري. في بداية الشوط الاول وخصوصا في اول 3 دقايق الاهلي كان نازل وعاوز يمارس عادته في انه ينقل الكورة في بداية الماتش اكبر عدد ممكن من نقلات، واللي يقدر منها انه ياخد الاستحواذ في بداية الماتش. استحواذ بداية الماتش ده ليه اهمية كبيرة عند الاهلي وطريقة لعبه، لانه بيدخل لعيبة الاهلي في الماتش، وكمان بيحسس الفريق المنافس ان الاهلي موجود ومسيطر على الماتش من بدايته، وبيخلي الاهلي يقدر يفرض ايقاعه وطريقة لعبه ويمتص حماس اي فريق. فبيضطر اي فريق بيلاعب الاهلي انه يرجع لمناطقه الدفاعية وانه يتمركز فيها. لأول مرة من بداية الدوري الاهلي ما بيخليناش نستنى كتير على تسجيل الجول الاول. الاهلي في ماتش الاتحاد سجل بعد مرور تقريبا 4 دقايق بس من الشوط الاول، وده غير كل الماتشات اللي فاتت واللي كنا بنسجل فيها يا في اخر الشوط الاول يا في الشوط التاني. والجول اللي جبناه بدري كان ليه تأثير ايجابي على لعيبة الاهلي وسلبي على لعيبة الاتحاد، لانه دخل الاهلي في الماتش وخلانا نلعب براحة اكبر، وعمل ضغط على لعيبة الاتحاد لانهم ما كانوش متوقعين ان الاهلي هيسجل بالسرعة دي. في كل ماتش بنحلله للاهلي بنأكد فيه على اهمية حاجتين، الاولى وهي استغلال الاطراف،
والتانية وهي التسديد كتير على الجول، لأن دي الحلول اللي الأهلي ممكن يستخدمها ويفتح بيها لعب ويسجل لما يكون الفريق اللي بنقابله متمركز في الدفاع. وظهرت أهمية التسديد على الجول في ماتش الاتحاد، لأن الأهلي في أول 3 دقايق كان ماسك كرة بدون فاعلية، ولاعيبة الاتحاد واقفين صح في مناطقهم الدفاعية، لحد ما عبد الله السعيد مرر لوليد سليمان اللي عمل كل حاجة في الكرة، من استلام صح ودوران مع تسديد، وكل ده في نفس واحد عشان يسجل جول عالمي يفتح بيه الماتش للأهلي. بالرغم من نهاية الماتش بالتعادل، بس النتيجة دي ملهاش أي علاقة باللي حصل في الماتش، لأن أداء الأهلي في ماتش الاتحاد هو الأداء الأفضل للأهلي من أول الدوري، وده لأكتر من سبب. الأول إن الأهلي سجل جول في بداية الماتش، وده خلى لعيبة الأهلي تكون أهدى ومن غير تسرع وبتلعب براحة أكبر. التاني إن كان في تنويع في اللعب، يعني ما بنعتمدش على ناحية واحدة في الهجوم، وكنا بنهاجم من اليمين والشمال والعمق، وده صعب على لعيبة الاتحاد قفل مناطقهم الدفاعية. التالتة إن احنا قللنا الكرات المقطوعة مننا، وكنا بنضغط بسرعة عشان نجيب الكورة. يعني احنا قعدنا 6 ماتشات مستنيين أجاي يدعك الفانوس ويطلع المهاجم اللي جواه، وفي كل ماتش كان بيعمل كل حاجة بس بره منطقة الجزاء، لكن جوه منطقة الجزاء ما كانش ليه خطورة كبيرة، بس كان واضح انه لاعب عنده امكانيات كبيرة وكنا مستنيين نشوفها. واول ما تظهر الامكانيات دي تكون بجول ما شفناهوش من مهاجمين الاهلي من فترة طويلة، بعد استلامة على الصدر وركن الكورة في مكان ما فيش احسن من كده. لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة. لمحات من ماتش الاتحاد: 1. ان الاهلي ضيع ضربتين جزاء، والمعروف ان الاهلي نادرا لما بيضيع ضربات جزاء، واحدة منهم كانت بسبب التنفيذ السيء من عبد الله السعيد، والتانية بسبب سوء الحظ مع مؤمن. 2. بالرغم من رجوع علي معلول من الإصابة، لكن ما حسناش بخطورته الهجومية، وقدم ماتش من أقل ماتشاته مع الأهلي من أول ما جه، بس الفايدة الوحيدة اللي عملها إنه خفف الضغط على الناحية اليمين وكان قافل جبهته دفاعيا. 3. إن صالح جمعة هو اللاعب اللي الأهلي بيدور عليه من لحظة اعتزال أبو تريكة، لأنه لاعب قادر على الخروج بالكورة من الدفاع للهجوم تحت ضغط، وبيقدر يعمل تمريرات في عمق دفاع المنافسين، ودي كانت ميزة عند أبو تريكة. وكمان تحس إن اللعيبة بتدور عليه عشان تسلمه الكورة، بس كل ده ولا ليه أي لازمة من غير انضباط. سؤال الحلقة: ايه رأيكم في جونيور أجاي بعد ماتش الاتحاد؟ وهل هو مهاجم صريح؟ مستنى اشوف اجاباتكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير في الخير، واشوفكم الحلقة الجاية.